سأخبركم بآية اليوم، وأقسم بالذي لا إله غيره لوعتها قلوبنا. أقسم بالله ألا تحزن في حياتك أبدا، وستعلم يا عبد الله أنه لو اجتمع عليك كل الناس في حياتك، في عملك، المدير ومدير الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والوزير، ويأتيك الرئيس والملك ويقول لك في عملك هذا يا عبد الله سنفصلك لا محالة، اعلم يا عبد الله أنك لو تدبرت في قول الله عز وجل في هذه الآية، أقسم بالله أنك لن تهتز ولا ثانية. هذه الآية جلس عليها أحد الصالحين 3 أيام في معتكفه ولم يستطع تجاوزها. سبحان الله. اسمع، يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا. طبعا الله سبحانه وتعالى لما يضرب مثلا من الذي يفهمه ويعقله؟ المولى يخبرنا: وتلك الأمثال نضربها للناس. كل الناس يمكن أن تقرأ القرآن، لكن من الذي يستفيد؟ وما يعقلها إلا العالمون. إذن ضرب الله مثلا. ما هو المثل يا ربي؟ قال: ضرب الله مثلا عبدا. أريد منكم أن تتخيلوا معي، دخلنا قرية الآن فوجدنا المثل أمامنا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. وجدنا عبدا جاثيا أمام سيده، يقول له اجلس يجلس، قف يقف. لا يقدر هذا العبد حتى على شربة ماء إلا بإذن سيده. عبدا هذه الأولى، مملوكا هذه الثانية. طيب، العبد هو بصفة آلية مملوك، فلماذا الله سبحانه وتعالى قال عبدا مملوكا؟ حتى لا تمر عليها مرور الكرام يا عبد الله. ويضيف الجبار: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لم تنتهي الآية، تلتفت من هذا المشهد للضعيف الفقير إلى واحد عجيب، قال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. واحد آخر عنده من الأموال رزم، وعنده من الخيرات والعقارات والأراضي والكنوز الطائلة، قال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فماذا كان يفعل؟ قال: فهو ينفق منه سرا وجهرا. يعطي هذا 50 مليون، وهذا مديون يسدد له دينه، وهذا مريض لا يملك مصاريف العلاج خذ، وهذا يتيم خذ، وهذا لا يملك قوت يومه خذ. يعني يعطي بلا حساب. يا عبد الله، إذا دخلت هذه القرية لمن ستذهب؟ للمملوك أو للملك الذي يعطي بلا حساب؟ كل العقول تقول أنك ستذهب إلى صاحب الأموال، للملك الذي يعطي بلا حساب. لذلك الله سبحانه وتعالى سأل السؤال الاستنكاري: هل يستوون؟ الإجابة هي لا. قال: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى شبه كل ملوك الأرض بهذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، وشبه نفسه سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء بهذا الذي يعطي سرا وجهرا بغير حساب. فهل يستوون؟ نحن نظن أن قضيتي عند المدير أو الرئيس أو الملك. لا يا عبد الله، هذا المدير يحركه ملك الملوك عز وجل. أقسم بالله لن يوقع لك أي قرار، ولن يوقع لك أي قرار في الأرض، لا توظيف ولا تعيين ولا فصل ولا ضر ولا نفع، حتى يدبر الله الأمر من فوق 7 سماوات، ثم يأمر هذا العبد المملوك حتى يعطيك أو لا يعطيك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.